السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مطبخ شمس. النهاردة هحضر معاكم أكلة الشعب المصري، تقريبا مفيش بيت في مصر مش بيعملها. محشي الكرنب وملوخية ولحمة بطريقة تجنن وسهلة جدا. أول حاجة هجيب حلة فيها مية، وأول ما المية تغلي هنزل بقطع اللحمة، وبعد كده هنزل بحاجات الشوربة اللي هي بصلاية متقطعة 4 قطع، وطماطماية متقطعة، وحبهان وورق لوري. يلا بينا على طول نعمل صلصة المحشي. معلقة كبيرة جدا زبدة أو سمنة، وهنسيحها زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالطماطم المضروبة في الخلاط، وبعد كده هبشر بصلتين كبار وهنزل بيهم على الطماطم. في حد ممكن يعملها البصلاية متشوحة، بس أنا بحبها ني في ني كده. وبعدين فصين توم وقرنين شطة أخضر. هضيف البهارات، فلفل أسود، ال7 بهارات، مش هضيف بهارات كتير عشان الطعم ما يتغيرش. وهقلب كل دول مع بعض، وهسيبها تسبك. شايفين بعد ما تسبكت هضيف الملح، معلقة صغيرة من الملح، وبعدين هضيف الشبت والبقدونس والكزبرة، من كل حاجة فيهم ربطتين، وهقلب كويس. هغسل الرز واصفيه وهنزل بيه 1.5 كيلو رز لاني هعمل كمية. وهقلب كل المكونات دي مع بعض زي ما انتوا شايفين الصلصة عاملة ازاي والرز. هحشي المحشي وارجع لكم. الاول نشوف الصباع بيتحشي ازاي، وتشوفوا الطريقة بتاعتي بتاعة الحشو سهلة جدا، ومش بتخلي الصباع يتفك من بعضه. شايفين يا جماعة في الفيديو عاملة ازاي؟ الطريقة دي سهلة جدا. يا رب يعجبكم الفيديو والطريقة. انا خلصت حشو الحلة كلها زي ما انتوا شايفين، وهروح اسويها. حطيت تقريبا 3 كوبايات شوربة على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. انا تقريبا عملت حلة وسط، ضفت 3 كوبايات من الشوربة وقرن شطة علشان يديها طعم وريحة حلوة. شايفين بتغلي ازاي من كل الاتجاهات؟ بجد كانت تحفة. يلا بينا نعمل اللحمة بطريقة بجد لو عملتوها هتدمنوها. اول حاجة جبت بصلتين وضربتهم في الخلاط، وحطيت ملح، معلقة صغيرة ملح، مع نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات، ال7 بهارات، وهقلبهم مع بعض. وهنزل باللحمة النص سوا. انا سويت اللحمة نص سوا عشان هي هتكمل سواها في البصل. وهحط قرن شطة عشان يديها ريحة حلوة. شايفين بعد ما طابت تقريبا شكلها كانت حلوة قوي، هتعجبكم قوي بجد. وبعدين هجيب حتة سمنة او زبدة ومعلقتين من الزيت، وهبدأ احمر اللحمة. شايفين حلوة قوي بجد. جربوها بالطعم ده والطريقة ديت هتدمنوها بجد. وطبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ودي بعد ما طلعتها واحمرت شكلها جميل قوي والطعم كان حكاية. يلا بقى نعمل الملوخية، ودي اخر حاجة هنعملها. معلقة صغيرة زبدة، ومعلقة زيت، و3 فصوص من الثوم، وهقلب لحد ما اللون الذهبي تدينا اللون الذهبي. وهضيف كوبايتين من الشوربة، وهسيبها تغلي، وهنزل بالملوخية. الطريقة دي بجد تحفة وسهلة قوي، ومفيش حد بيعملها تقريبا برضو. شايفين بقى المحشي بعد ما استوى؟ بجد كان جميل قوي. شكل الأكل والطعم كان حكاية. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات تاني سهلة وبسيطة. والسلام عليكم.